جميع المعايير تاع التقل. وتنقول طريق فيها الاناره، فيها المساحات الخضراء، فيها الموبيلير اوربان، فيها جميع المواصفات. تعيش مساكنه تنقولوا باقي بزاف شرطه منهم الى الليله نشوفوا كلشي. هذا الموضوع واضح. سبق كنناقشوا فيه هنا الصفقه العموميه دابا عندها طريقتها تنافسيه على طريق البوابه الرسميه اللي دارها لها الوزاره الوسطيه. رقم 13 هذه النقطه اللي هي المصادقه على اتفاقيه الشراكه من اجل انجاز مشاريع السلامه الطرقيه بمدينه مراكش ومداخلها بجهه مراكش اسفي 2025. الجمعيات الرياضيه المنضويه تحت لواء العصب والجامعات الرياضيه. ثانيا القيام بتحويل اعتمادات ميزانيه جامعه مراكش لتغطيه الزيادات في مبالغ الدعم شكرا على الاستضافه. اليوم كانت الجلسه الثانيه من الدوره العاديه لشهر ماي اللي كان فيها واحد العدد ديال النقاط، وهاد النقاط اللي خداو الحيز الكافي ديالهم في النقاش لا في اللجان ولا حتى في الدوره. ومن بينهم النقاط اللي كانت جد مهمه هو اعطاء تفويض للشركات التنميه المحليه باش يمكن لها تقوم بالتخييم اللي هما الانفاق تحت الارضيه. كاين النقاط ديال المجتمع المدني اللي خدوا الحيز ديالهم الكافي من النقاش. وضرينا بعد ما مرت 6 ساعات اللي القانون الداخلي تيقول 6 ساعات بالنسبه للدوره بعد التمديد هذه الدوره لجلسه مقبله اللي ان شاء الله يوم الثلاثاء المقبل. سعيد المنبر الاعلامي وكاله الانباء اللي في الحقيقه تيخدم في مجال الاعلام مسؤول وايضا اعلام ديال القرب، وتنشكروا على التغطيات مثل هذه يعني الدورات ديال المجلس الجماعي لتنوير الراي العام بما يقع من مشاريع تنمويه على مستوى مدينه مراكش وبالمقاطعات الخمس. على اي الدوره الثانيه او الجلسه الثانيه للدوره ماي واللي كانت فيها واحد مجموعه ديال النقاط مهمه جدا، خاصه ما يتعلق بالتقرير الاخباري اللي مجمل الانشطه ومجمل الانجازات التي تقوم بها مدينه مراكش على مستوى المرافق، على مستوى الطرق، على مستوى البنيه التحتيه، وعلى مستوى ما يسمى بالمراكن الى غيرها. وهذا طبعا يعني بحال اللي تقول واحد الرساله مشفره الى الراي العام على انه المجلس الجماعي ما زال يعني في طور تحقيق ما يسمى وتنزيل ما يسمى برنامج عمل اللي هو ثقه مرجعيه في البرنامج. ثم هناك نقاط ايضا تتهم الجانب ديال الجمعيات المجتمع المدني، واللي طبعا غادي ندير واحد النقاش طويل وعميق جدا فيما يخص المعايير والمقاييس اللي ممكن نفعلوا بها قضيه ديال الدعم ديال الجمعيات، وتنفكروا بطرق جديده تتجاوز الطرق التقليديه اللي فيها واحد النوع ديال الذاتيه والتضخم والخلافات وهذا صاحبي وهذا كذا. ونحاول مكان اما دار وكاله كيقال واحد العضو محترم، واما تكون واحد المنصه رقميه اللي تتكون محكومه بواحد المعايير ومقاييس محدده، وتيمكن لاي واحد نشيط في الجمال الثقافي والرياضي والاجتماعي تيتقدم هذه المنصه، وهي على حسب المعايير تعطيه الدعم ديالو الذي يستحق على حساب الدعم اللي كاين مخصوص لواحد المرفق عمومي. ايضا صوتنا اليوم على المقرر ديال المنح ديال الجمعيات يعني الرياضيه والثقافيه والمجاليه، وطبعا كنتمناو ان شاء الله يترفع يعني المبلغ المالي للجمعيات باش الجمعيات تستفد اكثر، لانه الجمعيات هي شريك فعلي في التنميه، وبالتالي معول عليها ايضا الى جانب مؤسسات اخرى في تفعيل يعني الجانب التنموي ديال مدينه مراكش. كيف شفتوا اليوم الدوره اللي كانت واحد النقطه هي اللي اثرت الكثير، وهي فيما يخص العلاقه ديال المجلس الجماعي مع المجتمع المدني، وخاصة في الشق التي تتعلق بالدعم الأنشطة أو الجمعيات النشطة، وكيفية تم المساطر اللي هي تحت من البوابة ديال الاقتراح إلى المصادقة في الجلسة الفارطة
في الدوره الفارطه على المبالغ الماليه المخصصه للمجتمع المدني، الا ان كان هناك بعض الاحتجاجات من بعض اعضاء او رؤساء الفروق على المبالغ المقدمه لهم. فكانت بادره من السيده الرئيسه ان فتحت واحد المجال اللي هو المجال ديال تقديم عرائض او تقديم شكايات او تقديم ملتمسات. فبالتالي تم فتح هذا الباب وتم تقديم الملتمسات ديالو اللي هو وافقوا فيه تقريبا على واحد 8 ديال الجمعيات يتضافوا في هذه الامور اللي ما ساعدهمش الحظ انهم يدخلوا للبوابه. ثالثا فيما يخص الدعم انه تم مراجعه بعض، في الحقيقه كانت هناك بعض الاخطاء اللي تم مراجعه ديالها وتم الرفع من المستوى ديال المبالغ الماليه المخصصه بعض الجمعيات. كما انه كان هذه النقطه هي التي افاضت الكاس، كان اتخاذ قرار صارم سواء من الرئاسه او من اعضاء المجلس اليوم اللي تيقولوا بان جميع رؤساء الجمعيات اللي احتجوا بواحد الاحتجاج هي السيري واتهمونا بواحد الاتهامات اللي هي خطيره وغير قانونيه، وهي امام المحاكم منها الدعوه اللي رفعها عبد ربيه ضد واحد رئيس ديال الفريق في المحامد اللي اتهمني بالتشفرط وبهذه الامور. فكان الاعضاء كلهم متآزرين في هذا الموضوع ان الدعم ديالو غادي يبقى موقف الى حين البت في هذه الشكايه، سواء من ناحيه من القضاء او سواء عن طريق اعتذار رسمي في نفس الوسائل ديال التواصل الاجتماعي او عبر الاذاعه، عبر التصريح في المنابر اللي دار. فالاخوان كلهم تنشكرهم على التآزر على هذه القمه. فالحمد لله اليوم تمت الموافقه من بعد ما مشى داك الشيء للمقاطعات وابداء الراي ديالهم. اليوم تمت الموافقه على جميع المقترحات بدون امتناع او بدون رفض. فتنتمنى ان شاء الله هو الاسراع فيما يخص تحويل هذه المبالغ الماليه الجمعيات التي تعاني ضائقات ماليه، والموسم خصوصا ان الموسم في النهايه ديالو ديال البراجات وفي البدايه ديال الموسم المقبل. ايضا هناك ملتمس في بعض الجمعيات اللي هي 8 وعلى راسهم النادي التاريخي مولوديه اللي نطمحوا ان يكون عن طريق شراكه مع النادي العريق، لان دخل هو بيحط ولكن ما توفقش لان العمليه ما فهمهاش. فبالتالي تنطلبوا من الجميع، وكانت موافقه وكانت رغبه ديال جميع ديال الاعضاء من اجل انصاف هذا النادي العريق اللي هو نادي مولوديه مراكش.